صباح الخير. اقدر اتعلم في كليه وانا بدرس اوس بيلدونج في المانيا؟ اقدر ان انا مثلا انزل امتحن كليتي وامتحن امتحاناتي مثلا؟ بص، هو نظام الاوس بيلدونج مش منحه مثلا او سياحه، انت جاي سياحه تقدر تنزل في اي وقت، لانك انت بتيجي بتبقى ماضي عقد تدريب مهني ودراسة الأوس بيلدونج بخطة دراسة المدرسة بتحطها لك. يعني إيه خطة دراسة المدرسة بتحطها لك؟ يعني وليكن مثلا الشهر ده في المدرسة، الشهر اللي بعده وليكن مثلا في المكان اللي هتتدرب فيه عملي، لأن التدريب المهني عموما هو نظام عملي ونظري. أثناء الفترة ديت سواء بتدرس أوس بيلدونج لمدة سنتين أو 3، أثناء الفترة ديت بيكون انت ليك خطة وامتحانات دورية ونوتة بتتعمل شهريا. دي نقطة كمان لازم تكون عارف وفاهم ان انت طالب في ألمانيا، ليك حقوق وليك واجبات. واجباتك ان انت بتلتزم التزام كامل 100% بالعقد اللي انت بتكون ماضيه، وبتلتزم بالخطة الدراسية اللي محطوطة لك. طيب هل اقدر مثلا اثناء الامتحانات اخد اجازة وانزل مثلا الكلية اللي في مصر؟ بص، هي الموضوع ما بيتحسبش كده، لان انت عموما ليك اجازات ولكن بتاخدها برضو على حسب الخطة الدراسية اللي محطوطة لك، ومش بتاخدها بمزاجك. مثلا هو بيجي يقول لك مثلا انت ليك اورلاوب في السنة ديت، تقدر تاخده مثلا في شهر 7 وتقدر تاخده مثلا في شهر 3. يبقى خلاص انت الاورلاوب بتاعتك عرفتها، هتاخد مثلا اسبوعين في 3، اسبوعين في 7، اسبوع في 10. هي بتبقى كده، انما انت ما بتتحكمش في الاجازات بتاعتك. فبناء عليه انت ما تقدرش ان انت ترتبط بدراسة تانية في دولة تانية بالاخص او في المانيا كمان، لانك انت بتبقى مسخر وقتك كله وعقلك كله ودراستك كلها ومذاكرتك كلها للمجال الاوس بيلدونج اللي انت بتدرسه. بالتوفيق ان شاء الله. ولو وصلت لحد النقطة دي في الفيديو فشكرا جدا ان انت كملت الفيديو ده.